للمزيد ينضم إلينا من جنيف عمر شاكر مراسل الغد. عمر، هل تمت معرفة الأسباب التي اعتقل من أجلها رشيد نجاز أم لا؟ كما روى شهود عيان أن الأسباب التي أدت إلى اعتقال أو منع الأجهزة الأمنية ووقف الأجهزة الأمنية لرشيد نجاز هو محاولته راكضا الدخول إلى مدخل الرئيسي للمستشفى الجامعي هنا في العاصمة جنيف، حيث يرقد الرئيس أو يقيم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ويتلقى العلاج منذ نحو أسبوعين منذ وصوله إلى جنيف، وما زال هنا في أحد الأجنحة الخاصة في الطابق الثامن في هذه المستشفى. استدعى الشرطة أيضا إلى جلب المزيد من قوات مكافحة الشغب. شاهدنا عناصر موجودة من الشرطة في المدخل الرئيسي تحاول منع وصد أي من المحتجين الجزائريين الموجودين في محيط المستشفى من الدخول إلى هذا المبنى. هذه طيب ربما الأسباب التي أدت إلى منع الشرطة واعتقال رشيد نجاز. نعم. طيب كيف تمت معرفة هذا الشخص؟ يعني رشيد نجاز بطبيعة الحال هو مترشح رئاسي وما إلى ذلك، ولكن ربما كان يعني شخصا عاديا مريضا يود أن يستفيد من خدمات هذا المستشفى ويدخل إليه. لماذا تم منعه بهذه الطريقة؟ كما ذكر شهود عيان أنه حاول الدخول راكضا، وهنا بشكل عام الأجهزة الأمنية تحرص منذ أن دخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى هذا المستشفى أن تحرص على أن لا تخرج الأمور عن السيطرة، حيث أن هناك عدد من المحتجين الجزائريين في محيط هذه المستشفى، وهناك وجود أمني لمنع أي محاولات للضغط على المستشفى والوصول إلى الجناح الخاص. ربما هذه المحاولة التي قام بها رشيد نجاز حسب شهود عيان هي من جعلت الأجهزة الأمنية توقفه وتعتقله دون معرفة مسبقة بهوية هذا الشخص. لكن المعلوم أن الأجهزة الأمنية موجودة هنا في محاولة صد أي محاولة للدخول إلى المستشفى من قبل محتجين جزائريين. طيب عمر، معلومة يعني تأكيد معلومة وجود عبد العزيز بوتفليقة، أنت ذكرت وكررت هذه المسألة، هل تأكدت لديك؟ هل تحدثت إلى أي من المسؤولين في هذا المستشفى وتم تأكيد تواجده في داخل هذا المستشفى؟ لا تأكيدات رسمية، لا من الجهات الطبية، لا من المستشفى الجامعي، ولا حتى من المصادر الرسمية الجزائرية. هناك ضغوط على المستشفى حتى من مواطنين جزائريين يتصلون بهذا المستشفى يستعلمون عن حالة الرئيس بوتفليقة، لكن لا تعطي أي معلومات هذه المستشفى عن وضعه الصحي. ما تم تسريبه هو مصادر داخل المستشفى لصحف سويسرية مرموقة تعد مصادر موثوقة. تحدثت هذه المصادر أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت تهديد مستمر وفي خطر دائم، وهنا بدأت الكثير من التكهنات تدور حول إمكانية معاناته من شلل جزئي أو صعوبة في التنفس أو خلل في الأعصاب. كل هذه تكهنات بطبيعة الحال لا توجد تأكيدات رسمية لا من المصادر الجزائرية الرسمية ولا حتى من المصادر الطبية الرسمية هنا في جنيف، لكن تتزايد الضغوط في هذه الأوقات لمعرفة حالته الصحية ووضعه، خاصة بعد مرور هذه الأيام أسبوعين على وصوله في جنيف لتلقي كما قالت الرئاسة الجزائرية في بادئ الأمر لتلقي الفحوصات الطبية الاعتيادية. أشكرك جزيلا عمر شاكر مراسل الغد من أمام مستشفى جنيف الجامعي من جنيف.